السؤال ده من الأسئلة الغريبة، بس هجاوب عليه عشان اتكرر كتير. هو الأفضل أعمل عملية التثدي في الصيف ولا في الشتاء؟ طبعا مفيش دليل قاطع على إن العملية أفضل في فصل معين عن التاني، يعني ولا الجرح بيلتهب في الصيف أكتر من الشتاء ولا الكلام ده صحيح. بس أنا هحاول أقول الفروق الواضحة بحيث كل واحد يبقى الاختيار عنده أوضح شوية. الميزة في العملية في الشتاء إننا بنقدر نلبس هدوم تقيلة، فبالتالي بنقدر نداري الكدمات والتورم اللي بيحصل بعد العملية. كمان الجو مش بيبقى حر، فبنقدر نتحمل الكرسي الضاغط بعد العملية. في الصيف بقى الميزة إن أغلبنا بيقدر ياخد أجازات بسهولة، فده بيسمح بوقت أطول للتعافي. وحتى لو مش بنقدر ناخد أجازة فضغط الشغل نفسه بيبقى أقل. برضه في الصيف الجو حر، فبنقدر على عكس الشتاء إننا ناخد شاور بشكل متكرر، وده مش بيأثر على الجروح في حاجة، بالعكس ده بيدينا شعور أفضل بالانتعاش، فبالتالي تعافي ممتاز. دي كانت فروق واضحة ما بين فصل الشتاء والصيف، وليس لها أي علاقة بالتهاب الجرح في فصل معين عن التاني. لو أي حد عنده أي سؤال غريب بخصوص أي عملية يبعتهولي وهجاوب عليه.